إن الحمد لله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نزل الكتاب بالحق وهو يتولى الصالحين. ونشهد أن نبينا ورسولنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين بين كل شيء بإذن الله وسأبلغ دين الله وما تركنا إلا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا من كان من الهالكين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد إخوة الإسلام، بداية نعتذر إليكم وقد أبطأنا عليكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل وقفتكم هذه خالصة لوجه الله، لا لدنيا ولا لمنصب ولا رياء ولا سمعة. وندعو الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجزي كل من سن هذه السنة الحسنة بهذه الوقفات السلمية، وعلينا أن نرعاها سلمية إلى آخر لحظة، ونعني بالسلمية ما يوافق الشرع، لا نعني بالسلمية التخاذل ولا الجبن ولا الخطر، وإنما نعني أننا مسالمون طالما يطالبنا الشرع أن نكون مسالمين، وكذلك يجب أن نكون مجاهدين إذا طلب منا الشرع أن نكون مجاهدين. الله أكبر الله أكبر. الإسلام، روح الإسلام، نبيك يا إسلام.
عشان كده وسط هيوجعنا عشان كده معاك أن تكون لا استنى كمل القصه بتاعت ولدين الله عز وجل ولنصرة الشريعة علينا أن يكون همنا أن ننصر دين الله وننصر شريعة الله. علينا يا إخوة الإسلام أن تكون وقفاتنا كلها لله عز وجل، ولذلك الحضور أن يمس في داخلهم من يقطع محفظتهم لحتى أن يكون محفظتهم أو مسرحي يريد أن لا دماء نعم لا آمن إلى زوال الدنيا عز وجل علينا أن نحافظ على أنفسنا وأن نجعلها خالصة موافقة لله سبحانه وتعالى. ولقد الرئيس ثم يكون رئيسا مفيش تليفون اللي بيرفع قبل أن يكون رئيسا وبالضبط بين انتخابات الأولى والإعادة وجاء إلى مطروح وقلنا له إننا سنعطيك وستعطيك مطروح بيعة ناصرا بيعة على الإسلام أن تطبق شريعة الله لا للإخوان ولا للسلفية حتى لما قال الرجل لنا في حجرة المسجد لقد ربيت أولادي تربية سلفية قلنا له والله حتى للسلفية لا نعطيه وإنما نعطيك أصواتنا ورقابنا نصرة من دين الله. وقلنا باسم مطروح عامة حين التقينا به في قصر الرئاسة بعد أن صار رئيسا قلنا له أول مرة جاء به هذا الوفد إليكم أن تطبقوا شرع الله وهذه أمانة الله في عناقكم. نحن لا نعطي أحد شخصه ولا نتحيز لحزبية ولا لجماعة الدعوة إنما الخطر على الإسلام عامة. هؤلاء المتآمرون تآمروا على الإسلام لا يقول تآمروا على مرسي ولا تآمروا على شرعية الرئاسة ولا على الديمقراطية كما يزعمون إنما هم يتآمرون على الإسلام وهذا الحمد لله واضح من أول يوم. لذلك نقول لكم اجعلوا وقفتكم لله ولنصرة دين الله عز وجل ولا لشيء آخر. أيها الإخوة الحضور جزاكم الله خيرا على هذه الوقفات وستكونها وقفات بإذن الله ونعلنها لكم أن غدا بإذن الله تعالى أن غدا السبت بإذن الله تعالى سيعقد المؤتمر العاشر لهذا الأمر أمام مسجد الفتح الإسلامي بمطروح. فعلى الجميع أن يحرصوا على الحضور وستتكرر هذه الوقفات بإذن الله تبارك وتعالى حتى يعود الرئيس الشرعي إلى مكانه أو نبذل ذراعنا وأرواحنا. أقول لكم ستظل بإذن الله هذه الوقفات مستمرة يوميا بهذه الصورة المشرفة حتى يعود الرئيس الشرعي المنتخب إلى مكانه أو نبذل أرواحنا في سبيل الله. وفي سبيل إعلاء كلمة الله عز وجل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. سجد الله خطاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفاجأة. هي لله مفاجأة.
ولكن نقول إسلامية. احنا معانا دلوقتي عقيد شرطة. عقيد شرطة يريد أن يتكلم معنا، وهذا من أبناء الإسلام، من أبناء شعب مصر، من أبناء الإسلام. سوف يتكلم بإذن الله وندعوه أن يتفضل ويتكلم عن الموضوع. معنا عقيد الشرطة فليتفضل. معنا العقيد مصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا من البحيرة، بنقل لكم تحيات الإخوان السلفيين من البحيرة، بيحيوكم على وقفتكم. هم هناك برضه واقفين كده في كل مدينة جمهورية كلهم واقفين بالشكل دوت. إن شاء الله إن شاء الله واقفين ومش ماشيين، واقفين ملايين لغاية ما يرجع الرئيس الشرعي للجمهورية. وإذا كنت الكمبيوتر اللابتوب، قول له اللابتوب هو اللي بيعمل. انا نظام الشرطه سابق ولا اعمل حاجه في وزاره الداخليه، والحمد لله انا في يوم من الايام خدت قرار الاستقاله بعد التزوير اللي كنا بنعمله في الانتخابات 2005 و2000. كنا بنختال الشعب المصري في الانتخابات. اللي احنا بنعمله النهارده دي عمره لكرامه الشعب المصري، واحنا واقفين ومش ماشيين وواقفين بين ملايين لغايه محمد مرسي يرجع رئيس جمهوريه مصر العربيه.